فهل ده بس سبب الفقاعه العقاريه ان السعر يزيد قوي بسبب التمويل محدش يبقى قادر يشتري؟ الحقيقه ده اكبر عامل يخلي فيه فقاعه عقاريه، ولكن في حاجتين كمان هقول لك عليه، وهو عميل المضاربه اللي بيشتري عقار كانه شاري كام سهم في البورصه، عايز يشتريه النهارده ويبيعه كمان شهر ولا شهر. والحاجه الثانيه هي البياع الهيت اند ران، اللي هو عايز يبيع لك البيعه ويجري، مش فارق بقى معاه تشتري صح تشتري غلط، هو عايز يبيع عشان ياخد شويه عموله وخلاص. بالنسبه لعميل المضاربه اللي عايز يشتري ويبيع كمان 3 شهور و6 شهور، ده غلط طبعا، مع ان في ناس السنه اللي فاتت حققت مكسب 100% في 3 شهور و6 شهور. اشترى بيت دفع مقدمه مليون جنيه، بعد 3 شهور سعره في الشركه كان جري، فقام واخد مليون جنيه كمان على اللي دفعه، يعني عمل مكسب 100%. بس ده حصل لظروف استثنائيه السعوديه كانت بتعدي بيها البلد، وده مش الطبيعي، ده مش هيحصل تاني. وده حصل بسبب زياده الاسعار السريعه والتغيير في سعر الصرف، التسعير الخاطئ. ولكن هتلاحظ برضو ان حتى بعد التعويم وحتى بعد تراجع الدولار، العقار فضل مكمل في طريقه وفضل العقار يزيد. ده اللي يدل ان في طلب عالي في مصر على العقار. سوق العقار المصري سوق قوي، حجم الطلب فيه عالي قوي. دي اول حاجه تقول لك ان مصر مفيش فيها فقاعه.